السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل مع الفقرة المنتظرة The Count of Monte Cristo وشابتر 5. شابتر 5 كان عندنا في شابتر 4 لو تتذكروا، كان المشهد الأخير كان أبي فاريا مات، مش كده؟ غلط، طلع ما ماتش. والطبيعي إن هو ما يموتش، الطبيعي إن هو ما يموتش لأن هو قال إن هو هيبدأ يعلم إدموند اللي هو البطل، هيعلمه حاجات وهيطبق معاه خطه هروب وحاجات زي كده، فازاي يموت؟ ده كله هيحصل النهارده. ولو رجعت كده اخر كوتيشن في الشابتر اللي فات ما قالش ان هو مات. هو الراجل كان جاله فيتس اللي هي نوبات كده، وكان بيروح ويجي كده، وبعدين حس ان هو هيموت، فإدموند قال له you will live and we will escape and we will get the treasure وكذا. الكاتب علق وقال لكن من جواه he feared ان الاذروايز يحصل، كان خايف ان العكس يحصل، وما حصلش، الراجل ما ماتش وكمل. وعاوزين نفكرك ان هم عملوا تانل، يعني نفق او سرداب بينهم، بين ادموند وابي فاريا، رايحين جايين على بعض، لكن كمان هيد their movement، كانوا بيخبوا تحركاتهم على اساس ان السولجرز ما يعرفوش ان في حاجه زي كده، وبعدين يتزاوروا بقى، ده عند ده النهارده وده عند ده النهارده وهكذا. وبدأ يعلمه زي ما وعده. بدأ الأول to teach him languages، علمه. تخيل بقى إن واحد ده سيلر على الأبيض، جاهل تماما، ما يعرفش غير البحر والحاجات اللي زي كده، وبدأ يحوله من simple sailor لحد very wise، وحد زي سكولر، فقيه يعني. بدأ بتعليم اللانجوجز، علمه إيه؟ إنجلش، علمه لاتن، علمه إيطاليان، علمه سبانيش، وفي الشابتر اللي فات قال لك some Arabic كمان، بس دول الاربع لغات الاساسيه اللي هي علمها له، اللي هو قال عليها في الشابتر ده. طيب تخيل انت بقى يا صديقي واحد محبوس وكان بيموت نفسه، رايح يعني he decided to kill himself and end his suffering and end his pain، وبعدين جاله واحد انتشله من ده وقاعد بيعلمه. تخيل انت بقى نفسك انت اهو كواحد متعلم، اهو هعلمك اللغه من الصفر لغايه ما اخليك طليق، واخلص اللغه دي ادخل على اللغه، هيبقى ليه عندك صبر او مجهود؟ مستحيل، صعب جدا، وخصوصا ان انت مرمي في حبس اصلا، كمان هتعلمها اعمل بيها ايه؟ اقعد اكلم الجدران؟ فالدافعيه مش موجوده، الموتيفيشن مش موجود. ومع ذلك براعه ابي فاريا كتيتشر ان هو خلى الراجل ده يصبر عليه ويقعد يعلمه اللغات دي، وقعد ريبيتد ووردز يقول له قول ورايا يا ولي، وريبيتد ووردز لحد ما هي could speak with fluency. يعني ايه speak with fluency؟ يتحدث بطلاقه اللغات دي كلها. خلصنا الانجليزي، ندخل على حصه الجغرافيا والتاريخ. بدا يعلمه الجيوغرافي والهيستوري. طيب جاب له خريطه منين؟ إيه؟ دول في السجن مفيش غير الجدران، التراب اللي على الارض عملوا خريطه. ما هو هنا فاكر لما هو كان قال I turned the prison into a school، وهو بيقول له هو انت عايش هنا ازاي؟ قال له انا حولت السجن لايه؟ لمدرسه. فلما يسالك سؤال انه ازاي باقل الامكانيات قدر ان هو يصنع المعجزات، عمل الداستي فلور، عارف التراب اللي على الارض؟ بدأ كده ايه تريس مابس، يعمل خرايط بصبعه كده، وعمل خريطة اوروبا، يوروب. ويقول له بقى اسمع بقى تعليم التاريخ وفايدته يا صاحبي. يقول له هنا كانت روما كانت عاملة امبراطورية عظيمة وكذا وكذا، وكانت هنا جريس اليونان، وعملوا الاغريق الامبراطورية برضو اغريقية عظيمة وحضارة. وقعد يقول له سبب الرايز وسبب الفول، ارتفاع الحضارات سببها ايه؟ شوف التعليم والتدريس والسقوط، رايز وفول، رايز روز ريزن، فول فل فولن، صح؟ سبب الرايز والفول عشان ياخد منها من التاريخ عبر. ابن خلدون في المقدمه بتاعته بيقول احنا بندرس التاريخ. ايه احنا ليه بندرس تاريخ؟ طب ما خلاص ناس راحوا وخلصوا، صح يا عمار؟ طب احنا بندرسها ليه؟ عشان ناخد منها العبر. ايه اللي خلى الناس، ايه اللي خلى حد يبقى بيحكم نص الارض؟ ايه السبب؟ وبعدين ايه السبب ان بعد ده يقع الوقوع السيء دون في الاخر؟ فهو كان بيعلمه ده عشان يديله الحكمه. ما يمكن كانوا سقطوا بسبب ان هم بداوا بقى ايه للرفاهيه والبتاع وحاجات زي كده فوقعوا. فهو عاوز يديله ليسنز او يديله دروس من تعلم الجيوغرافي والهيستوري. خلص دخل على حصه الماث،
طبعا الكلام ده بقى على مدار بقى ايه ايام كتيره طبعا يعني واسابيع. بدا يعلمه الماثيماتكس. طبعا احنا القصه في القرن الكام؟ 19. 19. يعني كان مبادئ الرياضيات، يعني بياخد الايه جيومتري. جيومتري دي اللي هي الهندسه، ما فيش بقى تفاضل ولا تكامل ولا انتجريشن ولا كلام من ده ولا، لا ده الجيومتري دي اللي هي هندسه الاشكال الاساسيه والزوايا والاضلاع السايدز انت واخد بالك، والانجلز والحاجات اللي زي كده. بس اسمها ايه؟ جيومتري. اسمها ايه؟ جيومتري. ويعلموا الاسترونومي. الاسترونومي هو علم الفلك. علم الفلك ده اللي هو علم، ده علم، ده مش التنجيم. الفلك ده بيقعد من تحت بالتلسكوب بتاع جاليليو جاليلي ويراقب حركه الايه البلانتس والستارز وكده. مش الشمس هيقول بعدين عطارد والزهره وبعد كده الارض من حيث البعد، والحركه دي بيدرس هذه الحركات. الراجل اللي هو الاسترونومر عالم الفلك. وبيعمل برضه تنبؤات، بس مش تنبؤات ايه زي بتاع الخلنوسه، تنبؤات علميه، حسابات علميه. قول لي ازاي؟ لما يتنبأ بحدوث اكليبس، سواء لونر اكليبس او سولار اكليبس اللي هو الكسوف. ليه ازاي يا اسلام بيقول لك ان هيحصل توقعات كسوف بعد مش عارف كام سنه؟ ده مش رجما بالغيب، ده علم. قول لي ازاي برضه؟ ازاي؟ هيقول لك بقى اذا كانت كتله الارض كذا وبتتحرك بسرعه كذا في مسافه كذا، ففي الوقت الفلاني بالحسابات سرعه مسافه زمن، الوقت الفلاني يتوقع ان الارث هتيجي بين الصن والمون يحصل لونر اكليبس، يحصل ايه؟ خسوف للقمر. يبقى دي يبقى ده عالم الاسترونومي ده. التاني بقى اسمه استرولوجر. الاسترولوجي هو التنجيم، اللي هو كذب المنجمون صدقوا ولا صدفوا؟ صدقوا. ماشي، وصدفوا جت معاهم بالصدفه. ويقول لك لا ده فعلا كلام الراجل حصل، اللي هو ايه؟ رد المطلقه وجلب الحبيب في 5 دقايق. هو ده بقى اللي والخاله نزل الفيلم بتاع الاستاذ هنيدي. ما هو ده كان بيعالج القضيه دي، الثيم بتاعه ان احنا ما نصدقش الدجالين. ما هو ده الاسترولوجر، ده الاسترولوجرز، فهمت؟ واللي بيجوا على القنوات وبتاع حاجات زي كده، اوعى. طيب، فبدا يعلموا الايه؟ الجيومتري، ماثيماتكس، جيومتري، استرونومي. اسمع، يعلموا هاو تو كالكوليت ستارز. عارف فاكر انت العرب زمان بالنجوم كانوا بيعرفوا الشرق من الغرب من الشمال، صح؟ بدا يعلموا الحكايه دي. ويعلموا هاو تو كالكوليت ديستانسز، ازاي يحسب المسافات. مصوم كانوا الاسلام بيعملوا خطه هروب، فخطه الهروب عاوزين يطلعوا على البحر، فعاوزوا ايه المسافه من هنا لهناك قد ايه، فهنقطعها في ايه عشان يساعدوا في الهروب كمان، مش يبقى مجرد جثه وخلاص. ده هيعمل وايز مان، هيعمل سكولر. من بص كده، بني ادم مجرد جثه هيبني عنده مايند. بدل ما يستخدم بس الفيزيكال باور هيستخدم الايه؟ المايند كمان، المنتال باور. طيب، وعلمه هاو تو ريزن وذ لوجيك. مش انت عارف ان كلمه ريزن معناها سبب؟ قول ليها معنى عقل. ريزن نفس الكلمه. لما يقول لك ريزونبل برايسز يعني معقوله، صح؟ طيب النهارده الجديد على روتين المفردات ان في ريزون فيرب. ريزون فيرب معنى يتعقل الامور باللوجيك. لوجيك اللي هو الايه؟ المنطق. لا امال هيتعقل الامور بالايه؟ ما هو تعقل الامور بالعاطفه. فما كانش شايف الاعداء الصفر، صح ولا لا؟ قال له لا ما تحسبش كده يا صاحبي، لازم بالمنطق. بالمنطق بيقول ان واحد لازم ينفسن عليك وانت بتترقى. واحد قاعد مع خطيبتك ولا مش عارف حبيبتك ليل نهار وبتاع، ما هوش ملاك يا حبيبي. تو ريزن وذ لوجيك. فبدا يعلمه ده كله. طيب بعدين جه بقى في يوم من الايام كده قال له تعالى لي احكي لي قصه القبض عليك، فروم طقطق تو بيس بي ابون يو. عاوزها بقى من البدايه للنهايه. طيب هيستفيد ايه ابي فاريا ان هو يسمع قصه القبض على ادموند؟ اللي هيسمع ده راجل ايه؟ عنده شارب مايند. فتحليله للاحداث غير الغلبان اللي هو معتمد على العاطفه ويقول لك ده صاحبي عمره ما يخونني. انت فاهم الفكره؟ لكن ده هيسمع الاحداث بعقل وبمنطق وبواقعيه. فهمت الفكره؟ قال له اقعد بقى احكي لي كده. recount your arrest. recount زي tell، مش tell يعني يحكي يقول recount يروي يعني فصحى شويه. فطلب منه to recount his arrest يعني يروي عليه تفاصيل القبض عليه. قعد بقى يحكي له كان ليا واحد صاحبي اسمه دانجلرز وشغالين والراجل قال لك ان انا عارف الاحداث دي كلها.
واحد زميلي بقى الشق ده اسمه فرناند، انا وهو ومرسيدس متربيين مع بعض وبتاع. وبعدين رحنا والليتر والميستيريوس ليتر، الجواب الغامض دون، ووكيل النيابه وجيت هنا باي ميستيك. بص الولد الغلبان، الولد كايند هارتد، قلبه ابيض مش مدي اخوانا، بيقول له جيت هنا حضرتك يا ابي فاريا بالغلط. له بالغلط يا ابن العبيطه؟ الغلط ازاي؟ انت غلبان، انت طيب. راح صدمه الصدمه اداها له بقى، قال له انت مش هنا باي ميستيك، it was a plot، مؤامره، conspiracy، مؤامره اتعملت ضدك. قال له ازاي؟ قال له الولد اللي انت بتقول عليه ده اللي كان معاك في اسمه ايه الواطي ده؟ قال له دانجلرز. دانجلرز؟ الواد ده يا ابني مش معاك وكده، ولازم هيبص لك في الترقيه دي. اكيد كان انفيد يو، كان بيحقد عليك بسبب يور بروموشن تو كابتن، بسبب ترقيتك لايه؟ لكابتن. ما هوش ملاك ده. قول له الولد التاني ده اللي كان بيقعد مع خطيبتك ولا حبيبتك اسمه ايه؟ فرناند. قال له اوطى منها للجزم، لا صاحبك ولا شق ولا نيله. فرناند ده من العلاقه اللي انت بتحكيها دي كده، الواد ده عاوزها. هي ديزايرد، راغب في مرسيدس. بدا يفتح له عينيه، فاهم الفكره؟ قال له حكايه فيلفورت، قول لي كده الانتروجيشن اللي هو الاستجواب، قول لي الاستجواب تم ازاي؟ قال له والله انا ما كنتش فتحت الجواب والوضع كذا، والراجل قاعد يسالني طب انت يا ابني شفت اللي في الجواب اصلا؟ لا انا راجل امين ما فتحتش الجواب. الجواب ده كان في حاجه تخص الراجل ده فيلفورت ده، كان في حاجه كده تكشف البوليتكس بتاعت ابوه. كل ده تحليل مين؟ ابي فاريا، لانه راجل عنده لوجيك. فقال له اسمع، each of them، كل واحد من الثلاثه دول gained something from your ruin. كل واحد من دول كان ليه مكسب في ايه؟ في تدميرك. فكلهم ايه؟ عملوا معاك الجلاشه. انهيار بقى، انهيار. يقول لك his heart burned with anger. بص التعبير، نار الغضب كانت بتولع في مين؟ في ادموند. وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما تيجي من حد قريب يبقى الضربه مضاعفه، صح ولا لا؟ ما هو الواطي واطي. انما لما تيجي من الشق، لما تيجي من اللي كنت فاكرهم اخواتي واصحابي، يبقى يقعد بقى يغني يسمع المهرجانات بقى، صح ولا لا؟ ده الطعنه جايه من القريب، ومن كتر ما هو قريب I didn't see him. I saw him as an intimate friend, as a close friend, as the best friend. He would never think of my lover. عمره ما هيبص للحد انا بفكر فيه. عارف هو بيفكر بالمثاليه دي كده ومش شايف التاني صدمه. يعني انا هنا بسبب اقرب الناس. طبعا انت بقى لما تقعد تراجع الاحداث، انت بقى لو في الموقف لما تراجع الاحداث، ده يومها كان عمال يبص لها ازاي. انت فاهم الفكره؟ فالولا نار الغضب بتولع في قلبه. his eyes widened، عينيه اتسعت، دي كنايه عن الصدمه والدهشه. فرناند دانجلرز. انت متخيل انت الموضوع؟ عشان ده طبعا ثيم مهم جدا، ان انت تكون عندك الانسايت او البصيره، ان انت تعرف مين الانمي ومين الفريند بشكل كويس. ما تبقاش سطحي، ما تفكرش بس بمشاعرك، لازم تكون منطقي. فاهم الفكره؟ فاتصدم صدمه فظيعه، وكل اللي في دماغه ايه؟ ريفنج. يعني ايه ريفنج؟ الطار والانتقام. عاوز يطلع لهم، يعني بقى عاوز الهروب دلوقتي ليه؟ عشان يطلع ينتقم. ريفنج او فينجنس، هتقابلنا الكلمه فينجنس او ريفنج، الثأر والانتقام. يجي يسالك يا اسلام ويا عمار، would you seek revenge if you were Edmund؟ قولوا لي لو انت في موقفه ده بالظبط اهو، وانت خلاص هتقدر تهرب. وخلي بالك كان ابي فاريا قال له على الكنز بتاع مونte كريستو، يعني هيطلع في جزيره كامله تحتها دهب بالهبل، هيبقى بتاعه. يعني هيبقى معاك ايه؟ معاك الفلوس ومعاك الباور ان انت تقدر تنتقم. would you take revenge؟ نبدا باسلام. هنتقم طبعا. طبعا. وانت يا عمار؟ طبعا غلط. قول لي ليه؟ لو كل واحد خد حقه بدراعه. هنتفرج على مسلسل سلسله دم بتاع مدام عبله كامل، لان انا ما عرفتش اخلصه في 5 سنين.
واسمه سلسال الدم. فكره الايه؟ الطار بتاع الصعيد، اخونا في الصعيد، انت صعيدي يا اسلام وعارف، ها هنموت واحد من عندهم ويتراخم بقى، يقول لك استنى اما يكبر ويبقى دكتور ويروح غزه. موته من عندنا دكتور، هنموت من عندهم مهندس. سموه سلسال الدم، لن ينتهي، وهيبقى البقاء للسترونجست، صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ غابه. لكن اخذ الحق ايه؟ حرف وصنع. ابي فاريا بيقول له لازم العداله تتم، لكن تبقى guided by wisdom. اللي يوجهها ويرشدها الحكمه والعقل. والا الفاير بتاعت الانجر والريج، انجر يعني غضب، ريج الغضب الشديد، الحنق، شده الغضب، وكلمه فصحى شويه ادبيه شويه. الانجر دي هتحرق مين؟ هتحرقك انت اول واحد. نار الغضب ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راح له الراجل وقال له ايه؟ اوصني، قال له ايه؟ لا تغضب. وتاني لا تغضب. وكان متكئا فجلس. من اهميه الموضوع لا تغضب، لان الانسان الغضوب دون ساعتها بقى ممكن يخسر دينه ويخسر اهله ويخسر الناس القريبين ويخسر ناس بيحبهم. فعشان كده يقول لك دي من اهم الكواليتيز، الحكمه والهدوء والتصرف مع الامور بحكمه. ليه؟ لان نار الغضب دي هتحرق فيك. الصح انك تطلع بالعقل، تحاول تمسكهم ريد هاندد متلبسين، وتفايند ايفيدنس، دليل على تورطهم، وتسلمهم للكورت وللجادجز وللناس المعنيه بان هي تبانش، صح ولا لا؟ فهو بيقول له انا ما قلتلكش ما تاخدش حقك، لازم القصاص، لكن ازاي؟ القضيه ازاي؟ ان انت كده هتقلل من نفسك وهتضيع نفسك منك. فبدا يعلمه الكلام ده ويديله كلمات حكيمه. الراجل كل همه خايف ان ده يطلع للمجتمع بروكن بريزنر، سجين مكسور، فيطلع يعمل ايه؟ ينتقم الدنيا كلها ويكسر ويحطم ويبقى انسان مدمر. هو عاوز يخليه وايز، وقال له اسمع الكلام العظيم ده، انا حفظته، اسمع سمعه لي. قال له my son, greatness is not in the wealth, it is in how to use it. العظمه مش في الثروه، لكن في طريقه استخدامها. The world is full of people who destroy. العالم مليء بالمدمرين. But only a few people build. القليلون هم من يبنون. Be among the builders. خليك من بين البناة، خليك من وسط البناة، من المصلحين اللي هم القلة. خليك من الناس المصلحة القلة. اسمع الجملة الجاية. Forgive if you can and punish when you must. شوف الجملة. اعفو إذا استطعت، العفو عند المقدرة، وعاقب إذا اضطررت. شوف الجملة. Forgive when you can and punish when you must. Use this wealth for justice, not for rage, not for vengeance. اللي هو استخدم الثروة لتحقيق العدالة اللي انت اتحرمت منها، صح ولا لا؟ وما تستخدمهاش للغضب وللثأر والانتقام. شوف الكلام الحكيم. عشان كده يا اسلام يا اخويا، الكاتب بيقول لك الولا listened carefully, memorizing each word as if it were sacred scripture. sacred scripture يعني النص مقدس، قرآن، إنجيل، توراة، حاجات زي كده. طيب أنا دلوقتي بقول لك كلام حكم، لازم تحفظه بالنص ولا بتاخد معناه؟ إدموند من عظمة الكلام بيقول لك كان عمال عاوز يحفظه كأنه قرآن، كأنه نص مقدس. فاهم الفكرة؟ sacred scripture. سكريبت النص العادي، السيناريو اللي احنا بنعمله هنا انما سكريبتشر النص الايه؟ الالهي. وسيكريد، بص سكيرد، بص هتشوفها كمان شويه كانها سكيرد. بس انا بعمل المقدمه وبعدين هتفرج على كل حاجه دلوقتي. انت واخد بال؟ ما تيجي نشوف، تعالوا نشوف. فلوينسي، قول لي بقى، اقعد انا بقى واختبركم اهو. فلوينسي اللي هي الطلاقه. كان قايلها في سياق ايه بقى؟ دايما الكلام لما يبقى في داخل السياق يكون يتحفظ ويتفهم اهو.
قال لك ادموند repeated words وهو بيعلمه اللانجوجز، فاكر؟ until he could speak with fluency، يتحدث بطلاقه. معانا كلمه trace وهو بيعلمه التاريخ، فاكر؟ فاريا traced maps of Europe on the dusty floor. واضح الكلام؟ معانا كمان صور، دي حلوه دي. براعه المعلم، تمام، وشغف المتعلم. يعني بص بقى، لما يكون المعلم كويس بيخليك تقعد ايه، طاير كده مبسوط. فهو عمال يقول له هنا اوروبا وهنا كذا وهنا كذا، كان عمال يعلى بخياله يعلى بخياله ويروح من القاره دي للقاره دي. شوف التعبير، المعنى الحقيقي لكلمه soar يعني يرتفع. لكن بص النص كان بيجيبها في سياق ايه، بيقول ايه؟ Edmund's imagination soared، يعني الخيال بتاعه ارتفع. عاوز يقول ان هو اخذ يحلق بخياله بين القارات. جسمه trapped، محبوس، لكن his mind traveled through continents. ده يindicate ايه بقى لما يجيب لك في الاسئله؟ ده بيشير الى ان هو interested قوي ان هو ياخد النولج، وان التيتشر بتاعه ماله intelligent teacher، ان هو يخليه يسرح بخياله كده في القارات وكانه ايه، عمال يسافر من هنا لهنا وهو بيشرح له. طيب تراب، بص نفس الجمله اهي بقى كده. though his body was trapped، الجسم مكبل لكن his mind traveled. ده تعبير literal ولا figurative؟ figurative، تعبير مجازي. astronomy اللي هو علم الفلك، اللي هو دراسه الايه، النجوم والكواكب والاجرام السماويه والحاجات اللي الجالاكسيز والحاجات دي. جيومتري قلنا علم الهندسه الاساسي بتاع الاشكال والزوايا واللاينز والحاجات دي. reason، قال لك علمه to reason with logic، يعني يتعقل الامور باستخدام المنطق، وليس، عاوز يقول لك وليس العاطفه، يعني فاهم؟ مش ارم يعني دراع قول ده في ارم يعني سلاح. طب لما حد يبقى ارملس، اعزل يعني. طب وارمد؟ طب اما اقول armed with knowledge، مسلح بالعلم. ايوه، يبقى السلاح بتاعك بقى مش الجثه والبتاع وكده، انت تقدر تسيطر على اللي قدامك بالذكاء. يبقى armed with knowledge ده استخدام figurative. بيقول له if you escape this place، لو فررت من هذا المكان مش بس هتبقى free man، ده انت هتبقى امان armed with wisdom. سلاحك هو، ممكن اقول armed وممكن اقول equipped with، برضو معناها ان هو مجهز او مسلح بكذا. بوند، على كلمة بوند، انت عارف جاي منين اصلا؟ بوند، انت اسمك ايه؟ غلط، انت ذرة وانت ذرة، انجزوا مع بعض. يقول لك الذرة مع الذرة بيحصل بينهم رابطة، يعملوا جزيء موليكيول عن طريق رابطة يسموها الرابطة التساهمية او الايونية او حاجة زي كده، بانتقال الالكترونات مستويات الطاقة. فبوند اصلا في الكيمياء اللي هي الرابطة اللي بين ذرتين عشان تعمل جزيء. طيب العلاقه، عارف يقول لك الرابطه، هنا بقى العلاقه بين ادموند وفاريا بعد ما ده عمال يعلمه وينوره، وقام بدور ابوه وقام بدور الحكيم وقام بدور المعلم، صح ولا لا؟ يبقى البوند ديبند، الرابطه فيما بينهما، قصده بالرابطه الريليشن شيب، صح؟ الرابطه بدات ديبند يعني بدات تتعمق. شايف ديب؟ ديب عميق، حط لها اي ان تبقى فيرب، يعمق او يتعمق. طيب وايد، واسع. طب وايدن، يوسع او يتوسع. جت اقول لك ايه، اقول يوسع الشارع ولا يوسع الافق؟ الاثنين. يعني انت ممكن وانت بتكتب رايتنج تقول ايه، reading widens our horizons، القراءه توسع افاقنا. وممكن اقول الشارع ده narrow، فمحتاجين to widen، نوسعه مش to widen it، صح؟ طب ولما الولد عرف ان اخواته هم اللي طعنوه، his eyes widened، اتسعت عيناه، كنايه عن الصدمه. الشوك والسربرايز وحاجات زي كده. كلام عظيم. recount اللي هو يروي، لما كان بيروي his arrest اللي هو ايه، تفاصيل القبض عليه، فاكرين الحته دي؟ طيب انتوا الاثنين مشغولين. expose يعني ايه؟ expose الاخس، expose معناه يعرض او يتعرض، ده اللي احنا عارفينه.
يقول لك don't expose your skin to the sun، ما تعرضش بشرتك الشمس. للشمس عشان اليو في، ونرجع نقول سكين كير وبتاع والحاجات زي كده. اكسبوز النهارده معناها مختلف. اكسبوز النهارده معناها ريفيل، يعني يكشف. بص قال لك ايه الفيلفورت اللي هو وكيل نيابه، خوفا من ان الجواب يكشف سياسات والده. يبقى اكسبوز هنا مش النهارده يعرض ولا يتعرض، ده بمعنى يكشف. في القاموس اهو بقول لك السينونيم بتاعها ريفيل، عكسها كونسيل، يكشف ويخفي، صح؟ زي هايد. قال لك الراجل ده ايه؟ سايلنس يو. جديد النهارده ان السايلنس اللي هي ناون ليها فيرب يخرس، عملك سايلنت. والنهارده كانت ارم اول مره نشوف ان هي بمعنى سلاح كمان، صح؟ والنهارده ريزن اول مره نعرف انها عقل او كمان فعل بمعنى يتعقل، صح؟ والنهارده بليس مش بمعنى مكان، قول لا، في بليس يعني يضع. لما لقى الولا اسلام متعصب وكده، اسمع، he placed وضع a firm hand on his arm، يعني مسكه من دراعه كده جامد، حط ايده كده جامد عليه اذا كانه بيمتص غضبه. اهدى النار ده اتحركت، فاهم الفكره؟ يبقى بليس يضع، والسايلنس يخرس، وارم سلاح. جديد النهارده ارمد يعني مسلح، وريزن كفيرب يتعقل او يعقل او كده، reason with themselves مثلا. واكسبوز غير يعرض ويتعرض، يكشف بالظبط. طيب الراجل بقى عمال يحكي له، وده يحط البيس دي مع البيس دي مع البيس دي، عارف انت البازل، بس النهارده بستخدمها مجازي، ان هو بيربط الاحداث. الله ينور عليك اهو. connected the pieces يعني ربط الاحداث بعضها ببعض. تاخد بالك؟ his eyes widened، اتسعت، كنايه عن ده استخدام figurative، معناه ان هو shocked، معناه هو surprised. بقول لك Edmund's eyes widened until now، لحد اللحظه دي he had thought، كان فاكر ان it was just a mistake، ان هو وجوده هنا accidentally ولا deliberately؟ accidentally، لكن الموضوع طلع on purpose intentionally. الموضوع plot مام. شوف his heart burned with anger، امتلأ قلبه بالغضب. but the abbé placed a firm hand on his arm. فهمتوا بقى التعبير ده؟ place هنا يعني وضع، يعني يضع، هي place معناها يضع. hatred اللي هي بص بيصحوا بيقول له ايه؟ مش consumer يعني مستهلك؟ consume يعني ايه؟ يستهلك يعني يستنفذ بالدال، صح؟ ولا يستنفذ؟ نفذ يعني اخترق، لكن نفد قل لو كان البحر مدادا لنفد. طيب لا نفد البحر. consume لا تدع الكراهيه تستنفذك، يعني تخلص عليك، تقضي عليك، صح ولا لا؟ يبقى consume هنا برضو استخدام figurative. my son يعني يا ولدي. rage قلنا الحنق او الغضب الشديد جدا، وهي كلمه ادبيه شويه. انت بتسمعي كل يوم anger، صح؟ anger اللي هو الغضب اللي منها angry، لكن دي تقراها في الادب كلمه ادبيه شويه. knowledge and patience، يلا خش بالترجمه. المعرفه والصبر اقوى من الغضب. health fading، المعنى الحرفي لكلمه fade للون يبقى يبهت، صح؟ وفيد للورده تدبل. طب اما اقول الصحه بتدبل يبقى ده استعاره مكنيه، metaphor figurative language، صح؟ لما يقول لك يعني ايه اوصف describe الحاله الصحيه فيها just before his death، هتعرف تستخدم الالفاظ دي نفسها كمان، يبقى جميل جدا. او ما في معناها يعني. tremble قلنا معناه يرتعد، ونفس الجمله اهي. pale يعني شاحب اللون، وtrembling مرتعد. وبص بقى التعبير الجاي لسه هيقابلنا كمان شويه. البارشمنت زمان كانوا بيكتبوا على ايه؟ زمان قوي قوي على الرقاع او الرق او جلود الحيوانات. يسلخ الخروف من بره الفرو ومن جوه، عارف الحته اللي جوه؟ يروح منشفها كده بشكل معين ويضيف شويه حاجات، بعدين يقوم جايب الحبر بقى يحط الحبر في المحبره ويكتب ويروح لاففها، ومن المقوقص عظيم، مش
عارف انت الجو ده. فهو كان راسم خريطه الكنز على ايه؟ parchment, a piece of parchment، قطعه رقاع جلود الحيوانات. وعينها فين بقى؟ هنا اهو، بص هنا لابس لك ده مخصوص عشان اشرح لك عليه. شايف الجيب ده؟ اسمه lining of your clothes، اللي هو البطانه الداخليه. عشان الخريطه دي خطيره، لو وقعت في ايد حد وحش هيبقى معاه ثروه فظيعه وممكن يستخدمها في الشر. فهو لما ادهالوش الا ما امن عليه تماما بروميس ان انت ما تستخدمها في الجاستس، مش في الفنجنس او الريفنج، مش في الطار، استخدمها وايزلي. فبارشمنت اهي، a piece of parchment carefully hidden اهي. بص بقى اللايننج اوف his clothes اهي، دي يعني البطانه الداخليه لحاجه كده، طلعها كده من جوه كده، مخبيها مأمن عليها عشان اهميتها. وعشان اهميتها برضو الولا اول ما خدها، اسمع، pressed it to his heart، ضمها لصدره. تعالي يا حبيبتي، ما دي الثروه اللي هيطلع بيها، هيبقى كاونت اوف مونte كريستو، هيبقى باور، معاه باور المال وباور بس بقى يستخدمها صح، يستخدمها في الخير. pressed it to his heart زي كده، pressed it to his heart، pressed it press the letter to his heart. بص بقى سبحان الله، بقول للولاد من النعم اللي احنا بننسى نحمد ربنا عليها، الحاجات اللي هي taken for granted، مسلمات في حياتك. شوف انت عمال تتنفس، الاكسجين يدخل صح؟ طب الراجل ده الاكسجين مش راضي يدخل، بيعمله ازاي؟ عشان ياخد الاكسجين يقول لك gasp for breath. breath دي تتنطق breath ومفيش ايه في الاخر، اللي هو النفس. بيشهق عشان ياخد النفس. طب ولو حطيت لها ايه في الاخر، يبقى افتكرنا نعمل شورت كده فيديو، تتنطق بريذ وتبقى فيرب، تبقى يتنفس، يبقى دي اسمها ايه؟ نفس breath. breath. طب والفيرب؟ بريذ وفي اخره ايه، اللي هو يتنفس. حاجه كده لطيفه كده، زي هيومن وهيومين. كنا عملنا بيها فيديو باين يا اسلام قديم، هيومن وهيومين عملناه، احنا معانا مكتبه محترمه. وفي برضو مورال ومورال، فكرونا بالحاجات دي. وفكرونا برضو كمان نعمل على ايه؟ ريممبر يتذكر، ريمايند يذكر. طيب وميمورايز يحفظ، مش ميمورايز. الناس كتير يقول لك ميمورايز يتذكر، ميمورايز يحفظ زي يحفظ القران ويحفظ الشعر، فاهم؟ فبرضه نبقى نعمل عليها حاجه كده بالامثله بتاعتها بالكلام من ده. ومورال اللي هي الايه؟ الدروس المستفاده. مورال في اخرها ايه؟ تبقى الروح المعنويه. تخيل يعني بقت كلمه ثانيه خالص بزياده الاي بس في الاخر. الحاجات دي شورتس ظريفه كده يعني، ايه حلوه توضح. فنجنس هي الكلمه الثانيه بتاعت ريفنج اهو، قال لك السينونيم لايه؟ ريفنج. فنجنس. وادي الجمله: The Abbé told Edmund to live، قال له يعيش ويهرب ويستخدم الكنز for justice not for vengeance. give in معروفة اللي هي يستسلم صح؟ قال له ما تستسلمش للديسبير اللي هو اليأس. promise اوعدني قبل ما اموت، عاوز اطمن قبل ما اموت. اقرا. بص انت قريتها سكيرت ازاي؟ sacred. اصل بص انت هتحط الايه مكان السي، بص هتخدع قوي في الامتحان. sacred scripture، نص مقدس. لما كان بيقولها ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول الراجل عمال يعلمه كلام من ذهب، فهو كان بيسمع. يعني ايه بقى memorizing؟ يتذكر صح؟ يحفظ بالظبط. وهو بيحفظ each word as if it were، فاكر الماضي غير الحقيقي الانريل باست، كما لو كان. عشان كده قال it were مش it was. sacred scripture، وكأنه نص مقدس محتاج يحفظه كلمة كلمة مش ياخد معناه. نيل ينزل على ركبته، يركع. جثى على ركبتيه. بص كده في التعريف بتاع الديكشنري، الماضي ايه؟ الماضي من نيل. قول لي يا اسلام، انا اعرف افوقك. نيل فين الماضي؟ نيل ونيلد، الامريكان نيلد، وعشان القصه بريتش شويه نيلد، يبقى نزل على ركبته. يعني ايه باي هيز سايد؟ باي هنا يعني نير، بجوار مين؟ بجوار الراجل هو بيحتضر. his heart breaking، وقلبه متفطر. هيز عايد على مين؟ على ادموند. ادموند، جدع، اصحى للكلام.
كلاتش دي خدناها كتير قوي، اللي هي جريب او جراب، يعني اللي هو يمسك بشده. ادموند وايبد هيز تيرز، عارف الوايبس؟ لان الفعل وايب يعني يمسح اصلا. دريت دموعي ما بين رموش. استاذه شفيق، وايبد هيز تيرز، مسح دموعه. كلاتشنج ذا ماب اوف مونte كريستو، هو ماسك عليها ليه؟ مستقبله، ده الباور والفلوس والذهب. نبدا، يلا بينا. The days passed quickly now. Each time the guards left, Edmund crawled through the hidden tunnel to the Abbe's cell, where the old priest gave him lessons. يعني ايه كرولد؟ واحد في النفق، في الخندق ده، في النفق، هل يعرف يمشي وهو واقف كده ولا يحبي كده؟ او ده فعل كرول او كريب باتنين اي وبي. مين اللي بيتكلم هنا؟ أبي. لا الراوي. الراوي اللي هو مين؟ هو مستر توفيق. اللي هو مستر توفيق، برافو عليك، رحنا في داهيه كلنا. الكسندر ديوما، ده الكسندر ديوما. They began with languages. The Abbe taught him Italian, English, and Spanish. He showed him how to read and write better French, and even taught him Latin. Edmond repeated words until he could speak with fluency. يعني ايه speak with fluency؟ يتحدث بطلاقة. ادي درس اللغات، واضح؟ طيب غيره. Then came history and geography. Faria traced maps of Europe on the dusty floor, explaining how nations rose and fell. He spoke of Rome, Greece, and the empires of the past. Edmond's imagination soared. Though his body was trapped, his mind traveled across continents and centuries. يعني ايه Edmond's imagination soared؟ خياله ارتفع. ارتفع، كان بيحلق بخياله. يعني ايه يا اسلام؟ though his body was trapped, his mind traveled across continents and centuries. لو جسمه مقيد او محبوس بس عقله كان طاير. وده literal ولا figurative؟ يعني ايه؟ يعني مجاز، تعبير مجازي. تمام، احسنت يا اسلام، جد. Mathematics followed, numbers, geometry, and astronomy. Edmund learned how to measure the stars, how to calculate distances, how to reason with logic. يعني ايه يا عمار how to reason with logic؟ يتعقل بالمنطق. بالمنطق، احسنت يا عمار، الله عليك. Knowledge is power. If you escape this place, you will not be only a free man, but a man armed with wisdom. خش بالترجمة. يتسلح بالحكمة. آخر كلمتين صح؟ جدع، برافو عليك. More than lessons, Abbe Faria gave Edmund something he had lost, a father. ده له حاجة بقى كان فاقدها. الولد قال له إيه؟ My poor father died alone while I was imprisoned. قالها كده والسرو بحزن، وقال له وهو بيحكي له في الأحداث، قال له أبويا مات حزنا عليا وأنا في السجن. قال له خلاص. أنا بص بقى هيقول له إيه؟ Then let me be your father now. God has sent us to each other in this place. You will be my son, and I will be your teacher. أنت فقدت أبوك؟ غلط، إجابة خاطئة. أنا أبوك، تقول لي يا أبي وتقول لي يا أبا كمان، صح؟ الطلبة بقى بيسألوا طب هو عرف إزاي إن أبوه مات وهو في السجن؟ على فكرة دي في القصة بقى اللي هي بتاع المسلسلات والأفلام يعني ليها وضع تاني. بس نقول للطالب ما هو ده critical thinking. ده هو هيسألك how do you think he knew about his father's death؟ تقوم بقى الكرياتيفيتي تطلع. اسلام بقى يقعد يفكر، طب ممكن يكون حد زاره، طب ممكن يكونوا بعتوا له في حمام زاجل بقى، وهقبل منك الاجابه، لان انا مش عاوز عاوزين نقضي على عصر الحفظ والصم. عاوزين يبقى في بروبلم سولفنج سكيلز وفي كريتيكال ثينكينج وكده. ما هو ده الفكره في تحديث التعليم، ان هو يطلع واحد مبدع وبيفكر. لما تقول لي يا مستر انت رايك ايه، اقول لك انت رايك ايه؟ قول لي، ويكون معاك التولز اللي تعرف تكتب بيها، ولو كتبت اي كلام منطقي ومعقول الاجابه صح على طول، مضمون. فاهمني؟ From that moment, their bond deepened. Edmund found in the Abbe not only knowledge, but love, patience, and guidance. بدل ما كان بيديله المعرفه بس، بدا يديله ايه كمان؟ مشاعر بقى. ما هو بقى باباه ابوه. love الحب، patience الصبر، guidance التوجيه والارشاد. التوجيه والارشاد بالظبط كده.
يعني ايه their bond deepened؟ الروابط بقت الرابطة بينهما تعمقت. الله عليك والله عليكم. With Faria's help, Edmund began to examine the events that had led to his imprisonment. The Abbé listened carefully as Edmund recounted his arrest, Villefort's interrogation, and the mysterious letter. recounted his arrest يعني told. هو بيروي قصة كذا، قصة القبض عليه، والانتروجيشن الاستجواب بتاع وكيل النيابة ووكيل النائب العام، والميستيريوس ليتر يعني الخطاب الغامض ده اللي هو ما كانش فتحه وما كانش عارف اللي فيه، وده قاعد يسمع بقى بعين بص بقى sharp mind. The old priest's sharp mind connected the pieces. يعني ايه connected the pieces؟ نجمع الأحداث يعني. بيربط الأحداث. يا سلام عليك. Do you not see? It was not chance. It was a plot. Danglars, who envied your promotion to captain, and Fernand, who desired Mercedes, worked together to destroy you. Villefort, fearing the letter would expose his own father's politics, silenced you. Each man had something to gain from your ruin. بيقول له ده ما كانتش ميستيك، ده كان بلوت. يعني ايه بلوت؟ مكيد. مؤامرة ومكيدة بالظبط كده، كونسبيرسي. وقال له واحد واحد بقى. ده كان غيران من يور بروموشن لكابتن، وده ديزايرد مرسيدس، والتاني خايف ان اللتر يكشف البوليتكس بتاعت ابوه، فكل واحد كان بيكسب حاجة من القبض عليك. حاولوا بقى ترجعوا ورا عشان هو هيدخل عليكم جامد قوي. Edmund's eyes widened. واحد الله حاجة. Until now, he had مش احنا يا thought it حاج was a والله. mistake, but hearing the priest's explanation, he understood the truth. He had been betrayed. شفت؟ ده دمتم مسلمين اهو. his eyes widened، ده كناية عن الصدمة والدهشة. His heart burned with anger, but the Abbé placed a firm hand on his arm. عرفنا يعني ايه placed a firm hand on his arm؟ كنا عاوزينها في الصورة هنا. Do not let hatred consume you, my son. Knowledge and patience are stronger than rage. One day, justice will come, but it must be guided by wisdom. Because I see in you a good heart. You were betrayed, yet you remain noble. God has chosen you for this destiny. انت اتخنت، تمت خيانتك. You were betrayed, yet يعني but you remain noble. يعني روحك نبيلة. عارف النبلاء، الإنسان الصافي النبيل. God has chosen you for this destiny. اختارك الرب لهذه الغاية. خلي بالك destiny اللي هو المصير اللي بيقرره الإنسان، لكن fate القدر اللي محتوم عليه. ده الفرق بين fate و destiny. But even as hope grew, Edmund noticed the Abbé's health fading. Terrible fits seized him, leaving him pale and trembling. His strength weakened, and though he smiled bravely, Do not be afraid. I will care for you as you cared for me. حتة ثيم مهم قوي هنا. بيقول له ما تخافش. I will care for you as you cared for me. زي ما انت وقفت في ظهري انا هقف في ظهرك. ده الجراتيتيود. جراتيتيود يعني العرفان وتقدير الجميل في الاسئله، بل كريتيكال. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الانسان احسانه. الفعل والمفعول هنا ايه؟ تقديم وتاخير. يعني انا لما بحسن ليك بأسرك، صح ولا لا؟ فاستعبد الانسان احسانه. الفعل هو الايه؟ الاحسان. فده موقف مهم بيسالك عليه. نجاوب ازاي بالانجلش؟ يقول لك ايه؟ he owed his life to Abbé Faria. كان بيدين بحياته ليه؟ لان هو he had already decided to kill himself and end his suffering and end his pain. suddenly God placed Abbé Faria in front of him. حطه في طريقه in his path to save him. فانا I was about to lose my life. وانت جيت دلوقتي كان ربنا جعلك سبب ان انت تحولني لانسان بوزيتيف ومقبل على الحياه، صح ولا لا؟ يبقى I owe you my life ولا لا؟ يبقى it's time to pay my debts.
back to repay the debts، ان انا اسد الدين، أيوة. والا ده ابن الاصول. انما لو هو واطي هيلاقيه وقع على الارض ويروح دايس عليهم كم، خاصة مع الكنز. الكنز هيبقى على واحد مش على اتنين. انت فهمت الفكرة؟ خلي بالك. فلو قال لك لو انت مكانه تعمل ايه، يا ريت ما تجاوبش. No, my son. My time will soon end. But your life is just beginning. You must prepare for freedom and for the treasure. الواقعية بقى، المرة دي عمال يقول له هتعيش وبتاع، قال له لا 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 خلينا واقعيين. أنا my time will soon end، وقتي خلاص بينتهي وأنت حياتك بتبتدي. جهز نفسك للكنز وجهز نفسك للحرية. He gave Edmund a small piece of parchment, carefully hidden in the lining of his clothes. On it was the secret map of Monte Cristo. Edmund pressed it to his heart. شفت هو بيطلعها كده يفكرك بتيتا يوم العيد. فاهم، بيطلعها من اللايننج اوف هيز كلوز، مش من يعني ده بقى الطن اهو. هم بيبص بقى، خلي بالك عشان هو الموقف. الراجل بيقول لك كولابس، فعل كولابس يعني ينهار، اللي هو وقع من دون مقدمات. عارف اللي بينزل الزرع باصه كده، فتشوف الفعل كولابس هو يبقى شكله كوميدي شويه، بس هو يعني ده موقف حزين يعني. مش هنضحك على احزان الناس. Together they continued. اوعى الفحت لا تقع تحت. شوف الله. Reaching toward the sea. They planned to escape side by side, swimming to the shore, then sailing away. But one night, as they Collapsed. worked, the Abbe collapsed, gasping for breath. يعني ايه gasping for breath؟ بياخد نفسه بالعافيه. بالعافيه يعني بيلهث كده من اجل الناس. Edmund lifted him in his arms, but the priest's face was pale and his voice weak. My dear Edmund, if I die, promise me that you will not give in to despair. Live, escape, and use the treasure for justice, not for vengeance alone. ادموند wept جاء من ويب يبكي، بكى and but swore جاء من swear يقسم. swore the promise كلها على بعضها معناه ان هو ايه؟ اقسم ان هو يفي بالوعد. Remember, my son, true greatness is not in wealth, but in how you use it. The world is full of men who destroy, but few who build be among the builders. Forgive when you can, but punish when you must. Above all, never lose your soul in the fire of revenge. بيقول لك الكلام من عظمة الكلام. Edmund listened carefully memorizing بيحفظ each word as if it were sacred scripture. كأنه عشان كده يا جماعة بشرح الأول نظري وبعدين بص لغاية تثبت معاك، تتعرض لحاجة أكتر من مرة. At last, one quiet evening, Abi Faria closed his eyes for the last time. His hand rested in Edmund's, his face peaceful. Edmund knelt by his side, his heart breaking. شفت التعبير بتاع his hand rested؟ دي ايد مين؟ ادموند. والراجل ابي فاريا ده ايده لما يكون في اعصاب وعضلات اقدر احركها براحتي. طب لما خلاص بص، بس بيقول لك ايه؟ هات ايديك ترتاح في دنيتهم، عارف انت دي؟ فبيقول ما بيقولش بقى ده، بيقول his hand rested، مش rest يعني ارتاح، استقرت يعني. شوف التعبير المجازي هنا rested in Edmund's hand يعني Edmund's hand. وإدموند knelt by his side، نزل على ركبته كده جنبه. his heart breaking، وقلبه يتفطر. Father, teacher, friend, what will I do without you? لخص العلاقات. تخيل في حياتك father teacher وفريند في مكان انت ما كنت بتتكلم فيه الجدران. هعمل ايه من غيرك؟ كده هاخد الثروه لوحدي، فاهم؟ Yet even in death, the old priest's presence remained. His lessons, his love, and his secret had transformed Edmund from a simple sailor into a man of learning, purpose, and destiny. Edmund wiped his tears,
clutching the map of Monte Cristo. الله، بص بقى التعبيرات دي كده. حول الولد من سيمبل سيلر، من بحار عادي. اسمع، خلي بالك من الحته اللي جايه دي. بص الحذف هنا. into a man of learning. بص، a man of purpose، a man of destiny. فاهم الحذف؟ طب واحده بقى كده. a man of learning، رجل علم ومعرفه، صح؟ a man of purpose، رجل غايه، صاحب غايه. a man of destiny، صاحب رساله. فهمت الفكره؟ غايه ورساله ومعرفه. بقى راجل بمعنى الكلمه، راجل يعتمد عليه. ومسح دموعه وماسك الماب وقال له انا هعيش وهشرف اسمك. I will escape. I will live. And I will honor your name. I will honor your name. هشرف واكرم اسمك وهوفي بالوعد معاك. احنا عندنا بقى، ده مش الناريتور بقى، ده انا قايم بدور تاني النهارده. مش احنا عندنا اسئله كريتيكال بيسال هو فلان عمل كذا ليه؟ انا عامل انترفيور وعامل انا لقاء مع فلان ده، وهساله انت ليه عملت كده؟ يعني افهم كلامي. يعني عندك اسئله في الكريتيكال ثينكينج بيقول لك مثلا تعتقد ليه ابي فاريا قعد يعلم الواد ده كل الكلام ده كله رغم ان هما الاثنين مسجونين؟ فانت هتقول له يمكن كان كذا. طب ما احنا نسال ابي فاريا نفسه، صح؟ تعال. Abbe Faria, why do you give Edmund all this knowledge, languages, history, mathematics, when both of you are trapped in a prison? Because knowledge frees the mind, even when the body is confined. One day he may escape these walls. And I want him to walk into the world as a wise man, not a broken prisoner. طبعا الاجابه برضو مش نص القران، مش سيكريد سكريبتشر، ممكن تعبر باسلوبك. بس لو قال لك ليه في السؤال الكريتيكال ليه اختاروا ان هو يعلموا الحاجات دي رغم ان هم الاثنين مسجونين؟ فقال لك لان المعرفه بتحرر عقله، ولانه لما حتى والجسم كونفايند، مقيد يعني، في يوم من الايام ممكن يهرب، وانا عاوزه لما يهرب يبقى انسان حكيم، ما يبقاش بروكن بريزنر، ما يبقاش سجين مكسور مقهور فيطلع ينتقم من المجتمع. طيب، وكان لنا هذا اللقاء مع إدموند نفسه. Why did you choose to be a father to Edmund, a man you barely knew? لا، ده مع فلان برضه. Saw in him the goodness and innocence the world had stolen. God placed him in my path so I could give him what he lost. بيقول لك يعني ليه تعمل ده كله مع حد you barely knew؟ يعني لسه ايه؟ لسه عارفه. ليه تتوقع ليه يعمل كده مع حد هو لسه عارفه؟ قال لك لان شاف فيه الخير والبراءه اللي العالم سرقها منه، فكنت عاوز ارجع له. ربنا حطني في طريقه، placed me in his path، حطني في طريقه عشان ارجع له الحاجه اللي اتسرقت منه. فهمت الفكره؟ Edmund, did Faria's love make your imprisonment easier or harder? It made the pain lighter. For the first time since my arrest, I felt I wasn't alone. لما اجي اسالك تعتقد يعني ظهور فاريا في حياته خلى السجن اصعب ولا خفف عليه السجن؟ خفف عليه السجن. اصل ايه فكره اصعب؟ ما ممكن واحد يقول لك خلاه اصعب ليه؟ او انا مش عارف اشيل نفسي، لقيت راجل عجوز هقعد اداويه واطببه. فاهم الفكره؟ فهو قال لك بالعكس، ده خلى السجن lighter او lighter. طب ما انت ممكن تقول relieved the pain، ممكن تقول mitigated، الكلمات اللي عليك في المنهج. the pain عبر باسلوبك، لان اول مره احس ان انا مش alone. يعني هو ده اللي كان مفتقده، العلاقات. Edmund, every lesson takes months of effort. Why don't you give up? What keeps you trying? بيقول له تعتقد ليه قعد يحاول ويتعلم ويصبر على العلم رغم ان كل حاجه من اللي اتعلمها دي بتاخد سنين وشهور ومجهود جامد جدا؟ Because learning gives me hope. When I understand something new, I feel alive, as if the world is still waiting for me outside. المعرفه هي اللي بتبعث فيها الامل، وببقى حاسس ان انا في عالم جديد مستنيني بره، فانا من مصلحتي ان انا اتعلم. فاهم الفكره؟ Why trust Edmund with a treasure that could change the world? ليه تثق يا ابي فاريا في واحد ان هو في ثروه زي دي ممكن تغير العالم؟ الحته دي حلوه قوي وجوهريه جدا برضه.
is noble. Wealth in the hands of a good man becomes a blessing, not a curse. الثراء والغنى ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلو. بشرط نعم المال الصالح بس للعبد صالح، لان المال لو في ايد حد كويس هيستخدمه في ايه؟ في الخير، صح ولا لا؟ طب ولو في ايد حد وحش يستخدمه في الشر. الافلام بقى اللي عارف، الافلام اللي هي الرمزيه، عارف طاقية لخفه؟ فاكر؟ هي يعني بتبدو كوميديه وبتاع كده، بس هي بتعالج حاجه، انه الحاجه انت معاك سكينه اهو ممكن اغزك بيها، ممكن نعمل سيزر سالاد، صح ولا لا؟ يبقى ممكن، فهو بيقول له الواد ده قلبه نبيل، صح؟ والثروه في ايد حد كويس بتبقى بليسنج، يعني نعمه وليست نقمه او لعنه. عرفت يعني ايه نعمه ونقمه؟ الحته دي برضو حته محوريه، انه الويلث شرط تبقى كويسه، الثراء كويس، بس بشرط ان الويلث تكون في ايد حد كويس. وهكذا سعدنا جدا بلقائكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. هذا مستر توفيق، يحييكم والى لقاء اخر ان شاء الله.